اسمع. آه، واش انت من الرشيدية؟ بصح بغيت نسولك واش مازال كتسكنوا في وسط الخيام وعندكم الصحراء والجمال؟ الله يستر معاكم. ما مقلقش، ولكن اي واحد يبغي يدافع على مدينته. الرشيديه ماشي غير مدينه، الرشيديه روح، ارض الرجال والتاريخ اللي ما غلبوش الزمان. من القصبات ديال الطين اللي مازال واقفه شهود، حتى الناس اللي قلبهم كبير وباب ديورهم اللي كانت ديما محلوله. هنا تزاد الفخر وتكتب التاريخ، وهنا بدات القصه ديال المملكه المغربيه. فالمدينه ماشي غير بنايات، المدينه احلام وناس، كما الوطن هو المواطن. عطى الحقوق لهذا السيد هذا. لأن هذه المدينة ولدت مع وجود المستعمر، حيث يرجع تأسيسها إلى سنة 1916، أي بعد توقيع معاهدة الحماية سنة 1916. لكن يبقى السؤال: ما الغرض من تأسيسها؟ ولماذا أسست في هذه المنطقة بالذات؟ وما أهميتها منذ أن أسست إلى اليوم؟ في هذا الفيديو غادي نوريكم الرشيديه اللي ما كيعرفها حتى واحد، الرشيديه اللي ديالنا وديالكم، ديال اي واحد كيحس بالانتماء لهذه الارض. فضاء الذاكره التاريخيه للمقاومه والتحرير بالرشيديه. السلام ورحمة الله، مرحبا بك سي أيوب. الله يبارك فيك. الله يحفظك. يمكن انا اول زائر هنا اللي كنجي. إيه هذا الصباح أنت أول زائر. مرحبا. الله يحفظك. الله يبارك فيك. كي غادي الامور هنايا مزيان؟ مزيان، مرحبا بك. هذا فضاء سميتو فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالرشيدية. هذا انا، وهذا هشام رزيق، القيم على فضاء الذاكره التاريخيه للمقاومه والتحرير بالرشيديه. هذا هو خامس واحد، لكن أوله ضربوا شي دور هنايا. مرحبا. عندنا هذا الرواق اللي احنا فيه الآن كنسميوه رواق صور سلاطين وملوك الدولة العلوية الشريفة، بمعنى أن عندنا بالتسلسل الزمني والترتيب الكرونولوجي. أول سلطان حكم المغرب السلطان مولاي الشريف بن علي. ثاني سلطان مولاي محمد بن الشريف. سلطان مولاي رشيد بن الشريف. سلطان مولاي اسماعيل بن الشريف. مولاي محمد بن اسماعيل الدابي. حتى الملك محمد السادس الله يحفظه. تصاور تذكاريه. اصل الكلمه مأدوبه جايه من الادب اللي كانوا زمان كيديروا واحد الزرده وكيتجمعوا عليها وكيتبادلوا معلومات وكيناقشوا مواضيع مهمه. وانا هنايا حاسس براسي بلي كاين في واحد الجلسه مع اباطره التاريخ. شكون فينا اللي ما كيعرفش عسوبه السلام؟ كاين بزاف ديال التصاور هنايا كيوريو لك التكرفيس والتمارين ضربوا جدودنا من قبل. يجب أن ندرك أن منطقة تافيلات وعلى رأسها منطقة الراشدية وقصر السوق وعمومها كانت من أوائل المناطق التي هبت لمقاومة المستعمر حتى قبل توقيع الحماية سنة 1912. ثم إن هذه المنطقة لم تتردد بالكفاح حتى بعد توقيع معاهدة الحماية، فكان لها الشرف العظيم بأن تكون من أواخر المناطق التي وضعت السلاح، ولكنها وإن وضعت سلاح النار لكنها حملت سلاح الفكر وسلاح المقاومة. ما بقى الشعبي العزيز إلا شيء واحد: ركبنا من هنا في الطوموبيلات هنا في المطار. علينا أن نقوم بمسيرة خضراء. 20,000 واحد اللي مشات في هذا الإقليم، من شمال المغرب إلى جنوبه. الرشيدية أصل العائلة الملكية. كناكل الصباح السردين، في الليلة السردين، وفي الليل السردين. اخبارك الملك محمد السادس واخا تزاد في الرباط، ولكن الجذور ديالو من هنايا. منطقة تافيلات أهميتها لا تكمن فقط من موقعها وأهلها، ولكنها من الناحية السياسية ترمز لأن هذه المنطقة كانت مهدا لهذه الدولة العلوية التي لا زالت تحكم المغرب إلى اليوم.
هذه الدولة التي انطلقت منذ القرن السابع عشر، ومنذ أن تحول أجداد هذه الأسرة من العمل الديني والروحي إلى العمل السياسي، عندما استدعاهم المغاربة من أجل لم شملهم بعدما تمزقت الدولة بعد انهيار الدولة السعدية، فكان لهم ذلك واستطاعوا أن يجمعوا وحدة المغرب. ومنها من منطقة تافيلات، منطقة سلماسة، انطلق الحكام الأوائل الحكام العلويون إلى منطقة مدينة فاس ليحكموا المغرب ككل، واستمر حكمهم إلى اليوم. ولهذا واصلوا زيارتهم، ولا يمكننا أن ننسى أن محمد الخامس وحتى في ظل الاستعمار حرص على أن يزور هذه المنطقة، فزار مدنها وأقاليمها منذ سنة 1941 خلال شهر ماي، فاستقبله أهلها أحر استقبال. وهو بتلك الزيارة أراد أن يؤكد أن أصوله وجذوره لا زالت هذه المنطقة، وأنه لن ينسى ولن ينسى أنه ابن هذه المنطقة، وأن فضل هذه المنطقة على المغرب كان كبيرا، لأنها أنجبت خيرة الأبناء، وأنجبت كذلك حكام هذه الدولة العلوية التي ما زال حكمها وارفا على هذه البلاد وهذه الربوع. الجمعة 23 ماي 2025 بسبب رسالة قررت تخرج الصور في ضيافة متحف الرشيدية، ونبين من خلاله قيمة مدينة الرشيدية التاريخية العريقة، ونبين باللي المدينة عامة ماشي غير بنايات، إنما هي ناس وأحلام. بالنسبة لي كانت فرصة نتعرف أكثر على تاريخ المدينة بمساعدة السي هشام رزيق والدكتور عثمان المراني علوي، اللي كانت لهم مساهمة باش نخرج هذا العمل اللي مازال ما خرج في هذه اللحظة اللي كنكتب فيها هذه الرسالة. زعما كنجيو لهنا وكنتسائلوا زعما فوقاش تأسس هذا هذا القصور كلها. تقدر تقول ان التاريخ ديال التاسيس ديالها جاي في حدود ديك القرن 16 حتى لهنايا. علاش؟ لان في البدايه كانت كلها القصور بحال تقول مجموعه في الحضاره ديال سجل الماسة، عاد بداو الناس كيتفرقوا شيئا فشيئا وكيكبروا القصور. العوامل الطبيعيه تقدر تكون كتساهم في هذا النزح نتاع الافراد. طبيعي راه ملي كنقولوا السد ديال الفيضان ديال 65 غادي يجي من بعد البراج ويتبنى، راه كان حدث عملاق في المنطقه، راه ادى الى تخريب كثير من القصور، وهذا هو اللي جعل الدوله انها كتفكر تبني سد حسن الداخل. ودابا مثلا كتمشي مثلا كتلقى هنا ازمور، ملي كتمشي كتلقى مثلا واحد القصر هنا كتلقى مولاي محمد، تمشي تلقى مولاي محمد. علاش؟ لان من بعد ما تهدمت هذوك جات مشروع ديال الدوله هو بسبب القصور التحويليه، فحولنا مجموعه من القصور اللي غتكون حدا البراج، حولناه الى ديك المناطق ديال من دغرا ديك الجهه فاش كتمشي، وحرصا على ان السكان ما يبقاو اللي لاحظوا الهندسه ديالو. بنيت تلك القصور بشكل حضاري، ولكن في عمار في هندسه، الهندسه ديالها على شكل سور، والداخل ديالها على شكل الدروب وكذا، وكانت واسعه باش الناس ملي كنقلوهم من ديك الاماكن كيكونوا مستانسين بالسكينه. كيزرعوا الشباب وهذا الفيديو على الرشيديه كما طلبتوا. هي الصراحه مدينه بسيطه، ولكن فيها شي حاجه كتخليك تولفها، بالاخص الا كان عندك ذكريات ديال الطفوله فيها. ومادام تفرجتي الفيديو بغيت نسول قبل ما نساليو هذا الفيديو هذا، شنو هي احسن حاجه كتعجبك في هذه المدينه؟